السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم في موضوع مهم يا جماعة، فلازم تركزوا معايا فيه النهارده جامد قوي، لأن الموضوع ده فعلا ناس كتير اشتكت منه. معلش أنا كاتب معظم الحاجة، فمعلش لو تلاقيتوني النهارده عمال أقرأ من موبايل، بس عشان إيه، الموضوع فعلا متشعب فيه تفاصيل كتير قوي، فخفت إن أنا أنسى حاجة، وفي نفس الوقت عشان المصداقية، عشان الموضوع ده فعلا مهم. انتوا متخيلين يا جماعة إن إحنا لما بناخد المضادات الحيوية بيحصل ايه بجسمنا؟ عمركم تخيلتوا ايه اللي بيحصل؟ انت بتعمل يعني حرفيا بتعمل مجزره جوه جسمك. طبعا احنا عارفين ان المضادات الحيويه مهمه، لان هي بتأدي دور مهم جدا وفعال في محاربه البكتيريا اللي هي بتبقى جوه جسمنا. بس كمان المضاد الحيوي ما بيفرقش ما بين بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره. فاللي بيحصل ان بيحصل لك آه، المضاد الحيوي بيخش جوه امعائنا، بيقتل جميع البكتيريا النافعة والضارة مع بعض، فبيؤدي كده انتكاسات، عسر هضم، عدم وجود حاجة تفتت الأكل اللي احنا بناكله، وإن احنا نستفيد منه. فده بينتج عنه إن أنت أكنك ما بتاكلش، أكنك بتاكل زي ما بتاكلش، ما بيحصلكش حاجة، ما تستفدش أي حاجة من الفيتامينات أو المعادن اللي بتخش لجسمك أو أي حاجة. أنت زي ما بتاكل الأكل زي ما بتاكله، ما بيحصلوش اي حاجه. طبعا بيحصل كمان عفونه في البطن، وده طبعا حاجه تانية يعني مهوله جدا. فتعالوا كده مع بعض النهارده واحده واحده نعرف ازاي ان احنا نرجع تاني الخماير او البكتيريا النافعه جوه جسمنا بعد كورس المضاد الحيوي. مش بقول للناس انها ما تاخدش مضادات حيويه، احنا بنقول للناس، بنوعيهم لخطوره المضاد الحيوي، يعني ليه المضاد الحيوي هو خطر، وليه لازم ان احنا يعني نكون عندنا فكر، وبالذات لما يكون عندنا اطفال بتاخد المضادات الحيويه بشكل مكثف. يعني في ناس بتاخد مضاد حيوي، يعني دلوقتي الدكتور بيكتب 1000 تقريبا لمده 15 يوم، لمده 5 ايام. فبيبقى برضو ده يعني حاجه نعملها زي سايكل كده نظافه بعد ما ناخد المضاد الحيوي، ان احنا نرجع فيها البكتيريا النافعه تاني جوه جسمنا. فواحده واحده كده، لو انت وصلت معايا بالمستوى ده، اعمل لايك واعمل اشتراك، ويلا بينا. اول حاجه، طبعا احنا بندور على الاكلات الغنيه جدا بالبكتيريا النافعه عشان ناكلها. فايه اول حاجه تبادرت لذهننا؟ طبعا الغني عن التعريف الزبادي البلدي. الزبادي البلدي اللي هو مش مصنع، اللي هو ما بيقعدش 15 يوم، اللي هو فيه 15 يوم ده بيبقى البكتيريا فيه اساسا ميت. بيبقى البكتيريا حتى فيه الموجوده بتبقى ضئيله جدا، نسبتها ضئيله جدا، بس احنا لازم نروح للزبادي البلدي اللي احنا بنجيبه من اللبان. ده احسن. طبعا لو عملناه في البيت يبقى احسن واحسن، بس احنا بنقول ايه، كحاجه سريعه وحاجه كويسه وحاجه مضمونه، يبقى الزبادي بتاع اللبان ده احسن، ده الزبادي البلدي. طيب، ده طبعا احنا عشان نرجع استقرار للقولون، لان طبعا بدايه البكتيريا بتبقى القولون. طبعا القولون غني عن التعريف، ومشكلته يعني مشاكل جامده جدا، فعياذا بالله يعني نخلي بالنا. آه ايوه طبعا. عندنا حاجه تانية، عندنا نخلل الكروم او الملفوف زي ما اخواننا كده في الشام يقولوها. مخلل الكرومب بترجع تاني نشاط البكتيريا، لو في شويه بكتيريا لسه موجودين بترجع تنشطهم تاني. فبرضو ده من اكلات ان احنا برضو نحطها ضمن السايكل بتاعنا. يبقى عندنا الزبادي البلدي، وعندنا الكرومب المخلل او كرومب ني، ممكن ناكله زي كولسلو. طبعا في كذا وصفه، فممكن يعني اللي عايز يعرف اي حاجه ممكن يكتب لي تحت في الكومنتات، وانا بكتب له الوصفه بتاعتي. طبعا عندنا كمان حاجة هي ممكن تبقى غالية شوية، بس لو عندك المقدرة دي بتبقى أحسن وأحسن، اللي هي شوربة الميسو. شوربة الميسو هي شوربة يابانية بتتباع زي معجون أو بودر، وبتتحط على مية أو بتتحط على شوربة وبتتشرب. طبعا هي مش مستساغة للناس اللي ملهاش في الأكل الياباني، بس يعني اللي عنده مقدرة وعنده قابلية إن هو يشربها، لأن هي ريحتها بصراحة بتبقى مش منفذه. بس هي اللي بياكل ياباني هيعرف شوربه الميسو عامله ازاي، وبكتبوا لي تحت في الكومنتات هي طعمها عامل ايه، لان عمري ما دوقتها. تاني او رابع حاجه، في لبن اسمه لبن الكافير. ولبن الكافير ده مشكلته ان هو مش موجود في مصر، ده ممكن تلاقوه في الخليج او في بعض الدول الاوروبيه.
ده كويس جدا لو لقيتوه، ده ممتاز، ده هيرجع لكم البكتيريا تاني النافعه جوه القولون بتاعكم، وهتعالج لكم حاجات كتير قوي. ده لو لقيته ما تسيبوش يعني. شوفوا الكلام اللي انا قلته ده في الاول، يعني اللبن الكفير ده لو هو موجود، لا روح على طول عليه. عندنا كمان الجبنه الشيدر. الجبنه الشيدر بس مش اي جبنه شيدر، الجبنه الشيدر او البوده. طبعا الجبنه الشيدر او البوده، انواع البكتيريا النافعه فيها بتبقى ملهاش حل، بس ما تكترش منها عشان ما تكلبصي وترجع تقول لي انت كلبصت ليه. ماشي. الشيدر بتاع السوبر ماركت نخلي بالنا فيه، نخلي بالنا منها، لازم تكون من نوع المعتق. يعني ما تجيبش النوع اللي هو الشعبي وتقول لي انا اكلت جبنه شيدر وما حصليش حاجه، لا. في نوع بيبقى شويه غالي شويه اسمه المعتق، اللي هو معمول من لبن مخمر مش لبن مبسط. ده هتعرفوا بقى الناس اللي هي ليها في الجبن، هتعرف الكلام اللي انا بقوله ده. نستخدم الانواع الجبنه الشيدر اللي هي معموله باللبن مخمر مش لبن مبسط، عشان البكتيريا ترجع تشتغل عندنا تاني. ودي بتقعد صلاحيتها بتقعد بالشهور، دي تبقى راحت في داهيه، دي اللي هي مصنعه. لكن الجبنه الشيدر اللي هي الاصلي ما بتقعدش بالشهور، دي اخرها شهر او شهرين بالكتير قوي وبتجيب. فنخلي بالنا من الحته دي. طبعا ده كله اللي هو بنقول عليه ان احنا نستعيد صحه القولون. لان صحه القولون على فكره من يمكن من اكتر الحاجات اللي ممكن، انت عارفين ان القولون ممكن يعمل ضيق تنفس، وممكن يعمل ارق، وممكن يعمل حاجات كتير قوي. فنصيحه، لو انت قولونك تعبان عالجه، حاجات كتيره قوي هتتعالج. لو انت عالجت القولون بتاعك، حاجات كتير هتتعالج. بنعالج القولون من ايه؟ بنعالج المعده من ايه؟ من الاكل. دايما دور على المطبخ اللي انت بتاكل منه، هتعرف ان علاجك فين. آه طبعا احنا الاطعمه اللي احنا قلناها دي اللي هي غنيه بالباروبيوتيك او بالباروباريتيك، يا رب بكون بنطقها صح، عشان انا من النوعيه اللي ما بعرف انطق الكلام اللي هو الكلام الطبي ده. آه فلازم الكلام ده احنا بناكل الاطعمه اللي هي الغنيه بالباريتيك ده، فهي بتدينا الشغل بتاع المعده ده، او الشغل بتاع البكتيريا. الشوفان ده حضرتك ده ماده خصبه جدا. لو انت عندك مشكله في القولون، فده الشوفان ده بيبقى زي بيعمل لك زي ارض خصبه كده تربي عليها البكتيريا النافعه تاني. طبعا لانه مليان طبعا مواد من الخمائر اللي البكتيريا بتحبها. طبعا يعني في ناس هتقول لي انت كنت شايف او قلتنا قبل كده ان الشوفان ده اكل حصنه. تماما، بس لو حاجه هتعالجك كلها. انا بقول لك كلها. طبعا التفاح ثمره غنيه جدا بالبكتين والبكتيريا النافعه، وبتعمل حرب للبكتيريا الضاره، وبالذات لو التفاح الاخضر. فده يعني نصيحه، لو انت عندك مشكله في التفاح اخضر الصبح ومره بالليل، هتساعدك كتير قوي، وهترجع لك قولونك نضيف وكويس ومناعته قويه جدا. وبرضه هتحارب البكتيريا الضاره اللي كانت جوه امعائك. الموز غني بالنشا، مقاوم، وبيخلي البكتيريا النافعه عندك تاخد خميره وطاقه ملهاش حل. من الاخر كده انت بتديها كانك بتديها امينو. الموز، يبقى عندنا الموز وعندنا التفاح، والاتنين مش غاليين يعني، الحمد لله. دي اكنك يعني الموز ده كأنه بيروي عطش البكتيريا، وبيروي عطش القولون. لو القولون عندك عطشان نديله الموز. طبعا هنخش بقى في حاجه اغلى بقى شويه، اللي هو اللوز. اللوز من الدهون طبعا الصحيه، المدافع الرسمي عن البكتيريا النافعه. طبعا ده بيعمل بنى لجدار الماء الامعاء، وجدار للخلايا كمان، عشان لو هي هتكت طبعا بسبب المضاد الحيوي، طبعا بيرجعها تاني. بذور بذور اليقطين، او اللي هي بذر بيقولوا عليه القرع العسلي، اللي هو اللب الابيض. ده مليان بالالياف، وبتحافظ على استقرار البكتيريا النافعه. طبعا حضراتكم كده انا جبت لكم ملخص سريع وبريف سريع، يا رب اكون يعني قدرت اوصل لكم المعلومه. انا كنت كاتبها معلش، لان الموضوع كان فيه تفاصيل كتير، فما حبيتش ان اضيع عليكم حاجه، وفي نفس الوقت تستفيدوا من كل شيء.
بتمنى يا جماعه لو الموضوع عجبكم يا ريتوا تدعموا القناه، لان القناه فعلا محتاجه دعمكم الايام اللي جايه دي. آه انا دايما بحاول اتواصل معاكم بكل الطرق، انا ما فيش تعليق ما بردش عليه. فاللي عنده اي تعليق، عنده اي مشكله، عنده اي حاجه مش فاهمها او عايز توضيح فيها اكتر، ممكن يبعت لي وانا هرد عليه على طول. شوفوا دايما الخير. ما تنسوش دايما الدعاء لاخواتنا. اللهم الطف باخواننا وثبت اقدامهم، وانصر ما ينصرك من نصرهم، وثبت اقدامهم يا رب العالمين. اشوفكم على خير دايما. السلام عليكم.